بس هذا الأمر بصراحة عم ينهكنا. نحن يعني ما عم نشتغل كرؤساء يعني، صراحة بنشتغل كعمال وفلاحين، وهي 24 ساعة بنشتغل، 24 ساعة لقاءات وهذا المفروض تكون سمة الدولة، لأنه احنا في مرحلة بناء. بالعادة البشرية لما بتبني وبتخلص وبترتاح فبتروح للراحة، فبكون هذا إيذان بسقوط الدولة والمشروع، لأنه بيكون الحماس هذا وقف. فنحن محتاجين شغل 24 ساعة، محتاجين نشمر وننزل على الفلاحة يعني. فأرجو أنه ما كتير نهتم اليوم بموضوع المناصب وشو بتعني لنا المنصب وكيف لازم يكون المنصب وإلى آخره، فنهتم بالعمل وقديش عندنا قدرة إنتاج، وهذا اللي بيهمنا. لا، نحن خرجنا أو وصلنا إلى السلطة من خلال ثورة، والثورة هي دفعنا دم كتير كبير فيها. فنحن مو ناس اللي متعودين نقعد بقصور فارهة، ولا متعودين نقعد بهي. فالمركوب شو ما كان يكون أخي بنركب ما في مشكلة، وين ما كنا قاعدين نشتغل، مكتب برا بالشارع بكذا. أنا مرت علي ظروف يعني في إدلب، يمكن آخر سنتين كان عندي مكتب، قبله بالسيارة وبالشارع وعند مين ما كان، وأبو فلان تحت الزيتونة، وأبو فلان فتح لنا المكان نجتمع مع بعض وكذا. والحمد لله صنعنا عمل كبير وانجزنا، واليوم احنا قاعدين بهالمكان هذا وعم نحسن نشتغل فيه وكذا. فالمفروض بصراحة صفة العمل يكون عنا له أداء كتير كبير.